هخبي تاني احساسي بيك وهقول آن الاوان. مش حب عادي اللي جوا قلبي شكله اتقلب جنان. الحب بان من غير ما يقولي حاجة، كنت عامل حساب خلاني اسهر ليالي. مش لاقية كلام يتقال غير اني حلمت بيه. الحب بان. مشاهدينا الكرام في كل مكان، اهلا وسهلا بكم مع تحيات بيت المبدعين المخرج ايمن العربي والاعلاميه حنان الشامي. بنرحب بكم النهارده وبرعايه جريده الحياه. اليوم هنستكمل قصه كفاح ومسيره شاعره من جميلات وشعراء الراقيين والراقيات بمدينه الخنكه. النهارده هتكون معانا الشاعره نجاح علي، اخصائيه وموجهه التربيه النفسيه بوزاره التربيه والتعليم، وكمان هي مؤسس صالون نجاح الثقافي، والسبب في تأسيس إن شاء الله يعني مستقبلا نادي أدب الخنكة. طيب أستاذة نجاح، طبعا إحنا التقينا بيها كتير والتقينا بشريك كفاحها وشريك نجاحها الإعلامي محمد حسين زغلة، لكن في حاجات كتير جدا كانوا بيحلموا بيها والحاجات دي حاليا اتحققت. فقلنا نستكمل مسيرة كفاحهم ومسيرة نجاحهم الثقافي ونتواصل معاهم. ايه رأيكم لو نطلع نستقبل الشاعرة الجميلة بنت مدينة الخنكة، الشاعرة والموجهة النفسية نجاح علي؟ خليكم معانا. ورجعنا لكم مع سيدة من سيدات مدينة الخنكة الجميلة اللي أثبتت فعلا مدى نجاح المرأة المصرية ومدى إسراء الحركة الثقافية بمدينة الخنكة، الشاعرة والموجهة النفسية بوزارة التربية والتعليم الشاعرة نجاح علي. ازيك يا أستاذة نجاح؟ ازي حضرتك أستاذة حنان؟ كل سنة وانت طيبة. طبعا حضرتك نشاطك معروف ومتابعينك من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال أرض الواقع بندواتك المتميزة. فكان في كساد ثقافي خلال جائحة كورونا المستجد، يا ترى حسيتي بإيه أثناء الكساد ده وإزاي استعدتي تاني نشاطك بعد أزمة كورونا؟ هو طبعا في الفترة اللي فاتت دي كنا كلنا يعني خايفين من انتشار الفيروس، فكن شغلنا الشاغل ان احنا نعمل حملات توعية، نوجه ولادنا ونوعي الناس كلها بخطورة الوباء. فكنا بنعمل ندوات توعية، وفي المدارس خصوصا ان احنا بنشتغل في مجال التربية النفسية، فكنا بنعمل زي محاضرات او ارشادات وقائية للطلبة ده على مواقع السوشيال ميديا، لان حضرتك كانت المدارس برضو متوقفة. على السوشيال ميديا ولاولياء الامور بالذات، لان احنا قلنا قبل كده يا جماعه ان الخوف والهلع بيقلل المناعه. حتى لما الطفل بيشوف امه وابوه عندهم خوف وقلق من الفيروس، مناعته بتقل. فاحنا عاوزين نقوي مناعتهم ونتحلى بقدر الامكان بالتوازن النفسي والثبات الانفعالي. يعني ربطتي ما بين دراستك النفسيه وما بين الجائحه، ده اللي احنا كنا مركزين عليه. ولكن على المستوى الثقافي احنا كنا برضو بنعمل ندوات في الاونه الاخيره، يعني بعد انتشار الفيروس بكام شهر كده بدانا نعمل مع كافه الاحترازات الوقائيه وكافه وسائل سبل الحمايه. يعني عملنا بعض الندوات والحمد لله كانت ناجحه جدا، وكانت في صميم الموضوع دور المبدع بقى ودور المثقف في نشر الوعي ونشر التفاؤل بين الناس، بحيث ان هو يعني
ايه يخليهم يعني ايه يتقبلوا الحدث بثبات وانفعال اكتر من اللازم. حضرتك كده يعني بتعملي تجارب نفسيه في مجال قضيه مثلا شغلت الراي العام. طبعا. طب وبعد بقى ما الجائحه يعني بدات تخف، وبعدين سمعنا ان هي جايه بشكل اشد، وفي نزول للمدارس يعني بعض الايام، وده يختلف من مدينه الى اخرى. حضرتك ناويه باذن الله كانسانه في علم النفس وتربويه هتعملي ايه مع طلابك وطالباتك؟ والله المرحلة دي برضو يعني احنا دلوقتي بين حاجتين، يعني التعليم اونلاين ولا التعليم وجها لوجه. انا رأيي الشخصي بالنسبة للناس والاولياء الامور ان التعليم هدفه الاساسي ان يكون في تواصل بيني وبين التلميذ وجها لوجه، يعني يتلقى المعلومة وجها لوجه، لان مهارات التواصل في العملية التعليمية مهمة جدا. ناس كتير ما عندهاش وعي يعني ايه اونلاين، يعني ايه انترنت، يعني ايه قنوات تعليميه، لحد النهارده مش عارفين. فالطفل او الطالب عنده صعوبه في التلقي، ولكن مع ترقب انتشار الفيروس بصفه كبيره او باحتمال انتشاره، فاحنا على وجل يعني ان احنا مدارس ممكن تقف خالص، المدارس ممكن تتعطل، فهنستبدلها ساعتها، هنبقى مضطرين ان احنا فعلا التعليم. يعني شايفه ان بالفعل الاونلاين ليه نتائج ايجابيه بالنسبه، رغم ان في طالبات كتير اشتكوا لي من الاونلاين مش معقول وقالوا عايزين فيس تو فيس التعليم. يعني ما انا بقول لحضرتك من اهم اهداف العمليه التعليميه ان يكون في تواصل بين المعلم والتلميذ، ان يكون في التواصل، مهارات التواصل اللي هي الغير لفظيه، يعني المعلم لما بيتكلم بيكون في تواصل لفظي. الغير لفظيه محتاج ايماءات الوجه، التعبيرات الوجه، الحركات اللي بيعملها المعلم عشان المعلومه توصل للطالب اكتر. فانا بس احنا مضطرين ومجبرين ان التعليم يبقى عبر التواصل الاجتماعي او الاونلاين. طب ايه رايك نطلع فاصل ونرجع تاني عشان نشوف مسيرتك الثقافيه في مدينه الخنكه؟ نطلع فاصل ونرجع لكم تاني مع الشاعره نجاح علي. ورجعنا لكم بعد الفاصل، ولسه معانا الشاعرة الجميلة نجاح علي، وعايزين نعرف قصة كفاحها الثقافية ورحلتها في مجال الثقافة في نادي أدب الخنكة. أستاذة نجاح، آخر حلقة عملتها مع حضرتك تقريبا من سنة، شهر 1 اللي فات. فحضرتك كنت بتتمني أمنية في نادي أدب ثقافة الخنكة، يا ريت نفكر الناس بالأمنية اللي تمنيتيها سابقا. هو فعلا كانت الحلقة السنة اللي فاتت في شهر 1 تقريبا، كنا بنتكلم عن كنا احنا لسه يعني بصدد تأسيس نادي أدب الخنكة، وكنا بنتمنى ساعتها ان يا رب يجي لنا الاعتماد عشان نشتغل على أرض الواقع ونشتغل بأسلوب سليم. احنا اشتغلنا سنة أو سنتين تقريبا تحت التأسيس، فلما ربنا أكرمنا الحمد لله جالنا الاعتماد من حوالي أسبوع كده، اعتماده رسميا وماليا بفضل الله. فبقينا نادي ادب بثقافه الخنكه تابع لقصر ثقافه الخنكه. ناويين باذن الله ان شاء الله مع العمالقه اللي معانا، ناس شعراء وكتاب ومترجمين قيمه وقامه، ناويين يعني نحط رؤيه مستقبليه كده وخطه باذن الله ان احنا نطور المكان. يعني بداتوا تقسموا بالفعل الادوار؟ لا، تقسيم الادوار هو فعلا يعني احنا جالنا الاعتماد الرسمي، ولكن في فتره انتقاليه لسه هيجي لنا انتخابات، هنفتح باب الترشح لكل الاعضاء اللي عاوز يرشح نفسه عضوا رئيسا نائبا او سكرتير عام. ففتره الانتخابات هتستمر لمده اسبوعين، عند اغلاق فتره الانتخابات بتيجي لجنه بتشكل بقى الاعضاء والرئيس وادوار كل واحد.
بس بتفكري يعني مثلا بتفكروا ان انتوا تعملوا زي مثلا فريق عمل متكامل، جانب علاقات عامه، جانب محاماه، جانب مثلا التسويق، جانب الشعراء كده، بتفكروا في الموضوع ده؟ بالظبط، يعني هو كنادي ادب، يعني هي فتره انتقاليه من صالون نجاح الثقافي لنادي ادب بالثقافه الخانقه. اصبح خلاص ان هو بيعمل تحت مؤسسه حكوميه معتمد رسمي، يعني تابع لوزاره الثقافه. فطبعا هيبقى في بروتوكولات تعاون مع كل المؤسسات الثقافيه الموجوده في المجتمع، مراكز الشباب، الانديه، مكاتب رعايه الموهوبين، كل ما يمت بصله للثقافه هيكون متوفر في نادي الادب. المسابقات الشعريه والادبيه والقصص، تنميه البراعم، يعني احنا دلوقتي بنأسس كورال لبيت ثقافه الخانقه، كورال من ولادنا من هنا من المنطقه من المدارس. فكرتوا تعملوا مسرح للاطفال وتنميه المواهب؟ الكورال مش عباره عن اغاني بس، هو مسرح، تمثيل، القاء، شعر، كتابه القصه. ان شاء الله هنتبنى رعايه كل المواهب الموجوده وبصفه رسميه، لان بفضل الله وزاره الثقافه، طبعا وزاره الثقافه، لانه بقى له ميزانيه معتمده بفضل الله. ربنا ييسر الحال والانتخابات تنتهي بس ونبدا بقى تشكيل. طيب ده الجانب اللي اتحقق اللي انت كنت بتتمنيه. طيب انا عايزه اعرف يعني فكره تاسيس نادي ادب ثقافه الخانقه، يا ترى مين اللي دعمه ماديا او مين اللي دعمه معنويا؟ والله من ناحيه التدعيم ماديا، كصالون الاول قبل ما نشرع في موضوع تاسيس نادي ادب، حب كده بين الاعضاء وبعضهم البعض تطوعي، تطوعي، مجهودات ذاتيه، وان احنا اللي بنقيم الامسيات واحنا اللي بنقيم الحفلات. ولكن في البدايه كان نادي ادب الخانقه طبعا، لان انا بدات في نادي ادب الخانقه، ومش هنسى فضلهم ابدا الاستاذ احمد شعبان الحجار رئيس مجلس الاداره. فكان يعني الى حد ما الراجل كان على قد ما بيقدر بيدعمنا، يعني بيساعدنا في اقامه الامسيه. لكن النادي نفسه محتاج تدعيم من وزاره الثقافه. لكن هو كان بيدعمنا من اللجنه الثقافيه. كان اللجنه الثقافيه النادي نفسه، النادي الخانقه، اللجنه الثقافيه هي اللي كانت تحت اشرافها الصالون. ولكن بعد كده الصالون بدا اسمه يتردد في الوسط الادبي والثقافي. تبادلنا الزيارات انا واخويا القدير شريك رحله الكفاح الاستاذ محمد حسين زغله، وجبنا محافظات القليوبيه، رحنا اسكندريه، رحنا الزمالك، رحنا اسماعيليه، رحنا محافظات كتيره جدا والله. وتعبنا لحد الناس ما عرفتنا، عرفت مين يعني اسم الخانقه اترسم على خريطه الادب، على فعلا خريطه الثقافه. من خلال الجانب الادبي ظهرنا مدينه من المدن اللي هي ما كانش حد عارفها قوي، ما كانش حد عارفها ثقافيا، وخصوصا المنتدى فضفضه الشاعر الراحل الجميل الاستاذ جلال عابدين، واخونا القدير الاستاذ محمد المصري اعلاميا طبعا مع الاستاذ محمد حسين زغله، كان لهم دور اعلامي خطير في اظهار صالون نجاح الثقافي. لما الرواد والادباء والشعراء ابتدوا يجوا لنا في الخانقه، اقترحوا عليا ان احنا شايفين كمان انت عامله تدعيم للوحده العربيه، لان دايما بنشوف العرب ومنهم الناقد عبد العزيز الهاشمي اليمني، شفته يعني عمل نقد كتير لكتب شعراء عندي. شعراء العرب معظمهم كانوا بيجوا لنا يزورونا، اليمن، الاردن، لبنان. كان اول صالون عملته كانت حضرت فيه الشاعره اللبنانيه الكبيره صاحبه صالون تغريد الثقافي اللبناني استاذه تغريد فياض. هم طبعا لما سمعوا عن الصالون، والصالون بقى له اسم كبير في الوسط الادبي، فتبادلوا معانا الزيارات، وبقينا نستعين بهم كنقاد في الوسط الادبي للاصدارات الادبيه اللي اصدرت لنادي ادب الخانقه تحت التاسيس. منهم قصيده حنين مات للاستاذ الاعلامي الكبير محمد حسين زغله، وكارت احمر للاستاذ محمد عبيد الشاعر. دول الاصدارين اللي اتعملوا في نادي الادب تحت التاسيس، وعلى طول بعدهم جالنا الاعتماد بفضل الله. فهي يعني التدعيم كان معنوي اكتر منه مادي. التدعيم المعنوي كان من شعراء كتير، واحنا بنعمل الامسيات بتاعت ومن مؤسسي صالون نجاح الثقافي، اكيد هم كانوا اول المدعمين لتاسيس
نادي ادب ثقافه الخنكه. طبعا اللي اسس معايا الصالون استاذ محمد حسين زغله من ساعه ما بدانا، وهو معايا الى ان تم التاسيس وتم الاعتماد. يعني احنا طبعا متابعين نشاط الاعلامي محمد حسين زغله، وشايفين نشاط ما شاء الله على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى ارض الواقع. احقاقا للحق له دور كبير جدا جدا في تطوير صالون نجاح وفي المساهمه في تاسيس نادي الادب. طب استاذه نجاح، باذن الله بعد اعتماد تاسيس نادي ادب ثقافه الخنكه كل انسان بيبقى عنده مجموعه خطوات لتحقيقها، ايه الخطوه الاولى؟ مش هقول لك كل الخطوات اللي تحبيها تتحقق في نادي ادب ثقافه الخنكه. انا عاوزه اعلاء مش الخنكه بس، عاوزه اعلاء شان الثقافه وشان الكلمه، وعاوزه الناس تهتم بالثقافه. عاوزه زي ما سياده الوزير وعدنا وقال هنطور اصول الثقافه في النجوع والقرى والكفور، عاوزه الامنيه دي تتحقق. يعني احنا ميزانيات اصول الثقافه ضعيفه جدا، تكاد ما فيش ميزانيه خالص. فاحنا ما زلنا بالجهود الذاتيه، ما زلنا بالجهود الذاتيه بنعمل الامسيات، وامسياتنا بفضل الله يعني بتعمل صدى، لان بيكون فيها قيمه وقامه. شعراء من كل الدول العربيه، شعراء مصر الافاضل، بتعمل صدى، وبعدين فيها مواهب تستحق الوقوف، فيها مواهب ومراعم صغيره باذن الله. احنا بنسعى لتنميه المواهب. ليه؟ انت لما يكون عندك طفل او مراهق وبتنمي عنده الموهبه وما بتلاقيش مكان ان انت تطلعي موهبته، فانتوا بتوفروا له المكان ده. اقصد حاجه تاني، انت لما بتدوسي على موهبته بتقفي على نقطه القوه في شخصيته. بتركزي على انماط التفكير اللي بيفكر بيها. فانا بحمي كون ان انا انمي موهبته، اخليه يظهر على الساحه ويعمل تنفيذ انفعالي، فانا بحمي افكاره من الانحرافات اللي كلنا بنخاف منها. من هنا انت بقى بتطبقي الدراسه النفسيه في المجال الثقافي، وفهمنا من كلامك ان حضرتك بتطالبي بتدعيم طبعا نادي ادب ثقافه الخنكه، واحنا نفسنا من خلال مدينه الخنكه مع الشاعره نجاح علي بنتمنى من الساده المسؤولين من وزاره الثقافه، من كل مسؤولي الثقافه، تدعيم نادي ادب ثقافه الخنكه وجميع نوادي الادب في كافه المدن وكافه المحافظات. نطلع فاصل ونعود ونستكمل حديثنا. ورجعنا لكم تاني في الحديث الشيق مع الجميلة نجاح علي، ولسه في نادي أدب ثقافة الخنكة، وهنسألها سؤال. يا ترى يا أستاذة نجاح بعد إن شاء الله ما يتأسس النادي وتحققي كل طموحاتك، إيه اللي ممكن يقدمه النادي للبلد؟ والله احنا هنقعد مع بعض بعد التشكيل إن شاء الله، هنحط رؤية مستقبلية لمستقبل نادي الأدب. اهم حاجه هننطلق بقى، يعني هننطلق تحت مسمى نادي ادب بثقافه الخنكه. في انديه ادب موجوده في القليوبيه كتير، زي نادي ادب القلب، نادي ادب بهتيم. هيبقى في تعاون ثقافي بيننا. يعني احنا اول ما تم الاعلان عن الاعتماد عاملين في قصر ثقافه بهتيم حفل تدشين نادي ادب الخنكه، ده روح الثقافه والثقافه. ونادي ادب القلب هيبقى في بيننا تعاون، هنحضر الامسيات لبعض وهندعم بعض بالموهوبين هنا وهناك. اصلا نادي ادب القلب فيه كورال معتمد، وجت لجنه مشاهده شفافه. احنا بنشرع دلوقتي في تاسيس كورال يبقى خاص بقصر ثقافه الخنكه تحت قياده الاستاذه مروه المشتولي باذن الله. هننطلق بقى، يعني مش هتبقى الامسيات كلها في قصر الثقافه زي الاول. هنعمل بروتوكول تعاون مع نادي الخنكه الرياضي اللي انا نشأت فيه. هنعمل مع مركز شباب الخنكه، مع رابطه الزجالين وكتاب الاغاني للشاعر الكبير محمد سرور، وده اتفقنا عليه في الامسيه اللي فاتت. هنعمل مع مكتب رعايه الموهوبين في الاداره،
لان انا باخد الموهوبين بتوع الاداره تربطي بين شغلك وبين ننمي مواهبهم بقى ايه بصفه رسميه، حتى لو في مسابقه هتبقى من خلال نادي الادب باذن الله. فده احنا هقعد مع الفريق ان شاء الله، كل واحد وهتقدمي المقترحات الرؤى بتاعتك، المقترحات، وكل واحد هيدلي بدلوه في المستقبل يعني. عاوزه اقول ان دي خطوه جميله جدا بالنسبه لنادي ادب الخنكه. الاعتماد الرسمي ده كان حلم احنا بنحلمه، كان يعني حته ان النادي يتم اعتماده كنا بنحلم بالحلم ده. وبعدين لما ربنا اراد بقى واكرمنا فالحماس زاد، ومعانا ناس طيبين جدا جدا يعني ناويين يقفوا معانا ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله يا استاذه نجاح، ونتمنى باذن الله ان انت تحققي كل الاحلام الجميله اللي انت بتقوليها. بس احنا برضو مش هنسيبك، مش معقول تبقي شاعره وشاعره ما شاء الله يعني كلماتك مسموعه للجميع ونسيبك من غير ما نسمع الساده المشاهدين ولو مقطوعه صغيره من اشعارك. والله انا مش محضره حاجه بالذات يعني، لان انا كنت حابه اتكلم عن نادي الادب يعني وفرحه مدينه الخنكه باعتماده الرسمي. عاوزه اقول حاجه عن الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام طبعا، واحنا في مناسبه كمان ذكرى المولد النبوي. هي قصيده بمناسبه مولد الهدى بتقول بسم الله الرحمن الرحيم: اسقي الفؤاد محبه وسلاما، وانثر على وجه الغريب وئاما، واصنع جميلا في الحياه فانما باللطف تبلغ في القلوب مقاما، وارسم على وجهك بسمات تكن كالبدر ليل التمام، تحلى بصفات النبي وخلقه تكن للمكارم إماما، فلولاه ما كان للكون استقامة. يا من تحبون النبي صلوا عليه وسلموا تسليما، أشرقت الشمس بنوره منذ بدء الخليقة، هو سماكم أحبابه حين قال اشتقت لأحبابي فنلتم العز والشرف والتكريم. هنيئا لأمة قائدها محمد الذي أرسله رحمة لكل العالمين. صلوا على من حن جذع النخلة إليه وجرى الدمع بمقلتيه شوقا وحنينا. الله عليك يا استاذه نجاح، عليه الف صلاه وسلام. احسنتي وكلمات مؤثره وجميله جدا. بس عايزين بقى قبل ما ننهي لقائنا مع حضرتك تقدمي رساله شكر لاعضاء نادي ادب ثقافه الخنكه، ورساله شكر لفريق عملك الجميل بصالون نجاح الثقافي الذي تم تحويله الى نادي ادب ثقافه الخنكه. الحمد لله، انا بشكرهم جميعا، لان فعلا العمل الجماعي او التعاون في العمل بيثمر عنه حاجات ايجابيه كثيره جدا، وانا لوحدي ما كنتش هقدر اعمل او احقق كل النجاحات دي. فبقول لهم كلمه موجزه: لولا انتم ما كنتم انا. على راسي كلكم، وكل واحد فيكم له دور معين، وحتى الناس اللي كانوا شغالين معانا وكان ليهم دور في بدايات التاسيس انا برضو ببلغهم تحياتي وتقديري، وبقول لهم ان احنا فاكرينكم ونادي الادب مفتوح لكم على طول. وبخص بالتقدير والتحيه استاذ
الاعلامي والشاعر الكبير الاستاذ محمد حسين زغله. بتمنى له الصحه والعافيه يا رب، ويديمه نعمه في وسطنا، ووجوده اللي دايما متالق، واهدافه اللي بتسعى دايما لتحقيق. واحنا مش هنسيبه، لينا لقاء معاه باذن الله النهارده، مش هنسيبه، لازم نعمل لقاء مع الاعلامي الجميل محمد حسين زغله. وحضرتك يا استاذه نجاح حقيقي لمسنا فيكي روح الاخاء، روح التعاون، روح الاخلاص مع فريق عملك، وده اساس لاي نجاح عمل ثقافي او في اي مجال. وبنحييكي في نهايه لقائنا، ونتمنى تحقيق جميع احلامك وتحقيق جميع احلام نادي ثقافه ادب الخنكه. شكرا يا استاذه نجاح. شكرا يا استاذه حنان، وشرفتونا. شكرا يا فندم، والى اللقاء.